السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصلت الرسالة قال لي أنا ما عنديش كيفاش نعطيك الدعم وكذا، وأنت مشاكل وكان شي مشاكل في بنو أمية وكذا. عرف نسيت الطريق ديالو مشى لطنجة، استقر في طنجة، راسل ملك سبتة. ملك سبتة راه قلت لكم مسيحي ومازال ما دخلش مازال سبتة، ما تقدرش هاك بلاد مسلمة وماتش المغرب الأقصى، ما تابعش لا الأمازيغ لا تابع كتب الرسائل جاو لذاك الملك ديال سبتة باش يعاونهم حتى هو، ولكن الملك سبتة قال لهم لا ما نعاونكمش، أنا ما نقدش نحارب هذاك المجرم اللي الديكتاتور اللي كان تيحكم إسبانيا. طارق بن زياد طلب منه المساعدة، ساعدو، عطاه البواخر باش يدوز وطلعوا وعرفتو القصة. دابا نعاودها لكم شي نهار. دابا في وصلنا عند الدولة الأموية. الأمازيغ مصعبش الدولة الأموية وما حبلوهاش وما قبلوهاش للخلافات ديالهم، حيت الدولة الأموية كانت على خلاف مع حفاد الرسول صلى الله عليه وسلم، فالأمازيغ كانوا متشبعين بحب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أقصى درجة، وكانوا ما تيحملوش يتبعوا لشي دولة، ولكن الإسلام دخل وحفظ القرآن بتاعه، والدين الإسلامي حكم القلوب ديال الأمازيغ، وماشي تيحكم القلوب الأمازيغ، أي بلاصة مشى لها الإسلام تيحكمها، حيت الفطرة السليمة هي الإسلام. هادشي اللي كاين، والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقرنت من بعد الأمويين تجبروا في الحكم شي شوية ولاو داهما داروا التخربيق، وأول هزيمة ليهم هي أن العرب الأمازيغ بداو تيقولوا حنا مسلمين وما بغيناش نكونوا معكم، ويقول لهم لابد تكونوا تحت راية العرب، ويطروا على معركة ضد العرب ضد الأمازيغ للشيوعية، وينتصروا الشيوعية على العرب، ويتذكروا العرب قولة عمر بن الخطاب: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام ومتى ابتغينا غير الإسلام أذلنا الله. ورجعوا للطريق العرب ديك الساعة. وفي هذه الوقيته راه كانت انهيار الخلافة الأموية وظهور الخلافة العباسية تحت قيادة، علاش بنقول لكم الدولة العباسية خصني نحكي لكم قصص أخرى. المهم في الدولة العباسية فاش تحكمات قالت ما بغيت لا علويين لا تابعين، ما بغيت لا أحفاد علي لا أمويين، قال اللي لقيتهم تقتلهم، كانت متشبعات العباسيين مجهزين. دابا نقول لكم قصصهم لا يحصل الله. المهم هما طردوا إدريس الأول اللي كان من أهل الرسول صلى الله عليه وسلم. دابا هاد جينا دايرين أول دولة بالطقم في المغرب، غادي نبداوها في الحلقة القادمة. والسلام.